التلميذ الجاد هو اللي بينجح وبيتفوق. انا اتذكر في حياتي، يمكن حاجه اقولها لكم تستغربوا لها. احنا ايامنا كان الثانوي 5 سنوات، ففي تانية ثانوي كنت انا قوي جدا في الرياضة وفي العلوم وبقية المواد، وليا زميل سقط في اول دور بطريقة صعبة. زميلي ده جه في الاجازة وقعد يذاكر بجد على قد ما يقدر، فرجع في الثاني دور وبقينا مع بعض في الثالثة ثانوي. في ثالثة ثانوي زي أولى ثانوي دلوقتي أنا ابتديت أكتب الشعر واهتميت بالشعر بطريقة جدية، وما بقتش أهتم بالرياضة زي زمان، وهو اهتم بطريقة أكتر من كده بجد، ويجيب كتب الامتحانات العمومية ويجاوبها ويجيب أسئلة من هنا لغاية لما تقاربنا مع بعض في آخر سنة ثالثة. جينا السنة الرابعة في الثقافة العامة، نجحنا احنا الاثنين، لكن هو مجموعه في الرياضة كان أكبر مني، لأنه مشي بطريقة جدية وأنا أهملت الرياضة وبقيت أهتم بالشعر. وبعدين أنا دخلت أدبي، توجيهي أدبي، وهو دخل توجيه رياضة، وأنا رحت كلية الآداب وهو راح كلية العلوم قسم رياضة بحتة. إيه ده اللي كان ساقط في السنة الثانية. وبعدين أنا اترهبنت، وفي يوم من الأيام قريت في الجرايد إن هذا الأخ هو أخذ دكتوراه وهو مدرس في الجامعة في الرياضة، إنه أخذ جائزة الدولة التقديرية في الرياضة. ليه؟ أخذ الأمور بجد، شعر بأنه كان ضعيف فابتدى يبذل كل جهد، كان عنده موهبة مش باينة ابتدت تبان بالجدية، وهكذا نجح في حياته عن طريق الجدية. وهكذا كل تلميذ ياخذ الامور بجد. التلميذ العادي جايز كل تفكيره انه مجرد ينجح، والتلميذ الجاد انه ينجح بتفوق وبدرجات عالية.